السلام عليكم مع وصفات ام البنات روز. بسم الله بدينا وعلى نبينا صلينا وكي راهم دايرين حبابي. اليوم جيت نتقاسم معهم وصفة سهلة وسريعة واقتصادية وصحية 100%. حلوة البيض الفايض، حلوة نتاع زمان، صدقوني تجي بنينة. هي مع بعض نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. في المرحلة الأولى نجيب نص كاس حليب ونضع عليه حوالي 8 حبات قفريط في الحليب كما راكم تشوفوا معايا، ونخليهم يطروا في الحليب. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير الباقية. نديروا 250 غرام زبدة بحرارة الغرفة، نص كيلة سكر ناعم، كيلة بومبي فرينة، ونص كيلة مايزينا، حوالي 2 مغارف حتى 3 كوكاو مطحون، وربع حبات صفار بيض فايض، قرصة ملح، وواحد خميرة حلويات. أنا جبت خلاط كهربائي ووضعت فيه حوالي 225 غرام زبدة بحرارة المطبخ، ونضيف عليها نص كيلة حوالي ربع مغارف سكر ناعم، ونخلطهم بالخلاط الكهربائي، واللي ما عندهاش تستعمل اليدوي، ونضيف عليهم رشة ملح كما راكم تشوفوا معايا، ونضيف عليهم ربعة صفار بيض فايض، وكيلة مايزينا حوالي ربع مغارف كبار، وزوج مغارف كاكاو مطحون محمص ومطحون. وهنا زينتها الباتاغوم بسكوي، واللي ما عندهاش دير مورف فاني سائلة، ونضيفوا القفريط اللي كنا شمخناه في الحليب، ونخلطوا المقادير بالخلاط الكهربائي كما راكم تشوفوا وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. ونجيب وعاء ونفرغ فيه الخليط كما غادي تشوفوا معايا. هنا كمية الفرينة، نضيف الكيلة بومبي نتاع الفرينة بعد ما غربلتها، ونغربل كيس خميرة الحلويات، ونحاولوا نلموا الخليط غير بالأصابع حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة كما غادي تشوفوا معايا. هنا العجينة مازال خاصها الفرينة، نضيف لها حوالي 3 مغارف فرينة،
وهنا تحصلنا على عجينة متماسكة كما راكم تشوفوا معايا. وهي العجينة اللي تحصلنا عليها رطبة. انا جبت صينية رشيتها قليل من الفرينة وراني نكور في الكرات. انا استعنت بمغرف باش نعطيها نفس الشكل هذا اللي راجي تشوفوه معايا. انا نكمل كاع الكمية اللي عندي نتاع العجين بنفس الطريقة. نكون دايرة فرن يسخن على درجة عالية، وكي نبغي نطيبها نقص لها النار ونديرها في الرف الوسطاني ونطيبه، نشعل عليه من النار من الفوق ومن التحت ونطيبه حوالي 20 دقيقة ونشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. انا كملت كاع الكمية اللي عندي ونروح نطيبها، وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها بعد ما طيبتها. تجي محمرة وتجي طيبة كما راكم تشوفوا معايا. انتقل الى مرحلة التزيين. انا جبت حبة قفريط وقطعتهم، حليتهم وقطعتهم بهذا الشكل. التزيين يبقى اختياري وكل واحد حر في البيت نتاعه. وهنا جبت كمية من القفريط وطحنتها في الخلاط الكهربائي. هنا الكفريت كنت درته في الثلاجة باش لاكريم تاعه تماسك وينطحن جيدا ويجي شكله شباب كما راكم تشوفوا معي. وذوبت حوالي 100 غرام شوكولات ابيض على حمام مائي، ونجيب الكاطو نغطسه كما راكم تشوفوا معايا. نحاول نغطسه جيدا في الشوكولات ونقلي عليه الزياده ونرمده في القفريط كما راكم تشوفوا معايا. هذه الحلوى تجي بنتها روعة. وهنا التزيين يبقى اختياري، كل واحد يتزين كما يبغي. انا نكمل كاع الكمية اللي عندي. وغطست شوية هاد المربعات اللي قطعتهم تاع القفريط شوية شوكولات وحطيتهم كما راكم تشوفوا معايا، ثبتهم في الحبة. نفس الطريقة نديرها، نغطس القطعة تاع القفريط ونثبتهم في الحبة نتاع الحلوى. وهادو زينتهم بهذه الطريقة. نغطس الحبة في الشوكولات، نحاول نقلع الزائد، وهاد المربعات نستفهم بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا معايا. أعطاني شكل آخر للحلوى نتاعنا كما راكم تشوفوا معايا. وهذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. خلينا نقسم حبة أمامكم
صدقوني بنتها تجي تحفة وشكلها روعة. وهكا تحصلتي على قاطو العيد بمقادير اقتصادية وسهل وسريع، وفرحتي بيه وليداتك في هاد العيد. أنا نقسم محبة أمامكم ونشوفوها كي جات. صدقوني تجي مقرمشة وطرية. وهذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه. إذا أعجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. جربوا الشيرات وخلوا لي تعليق. هذا القاطو نتاع زمان بالقفريط. مع وصفات أم البنات روز. سلام.